صباح الخير، يسعد لي صباحكم يا حلوين. عارفة انه نحن تأخرنا عليكم بالفيديوهات، بس بدكم ما تغزونا. بتعرفوا بس واحد يطلع من شهر رمضان بتحسوا شوي بكسلن بقى. يسعد لي صباحكم يا حلوين. اليوم الفيديو بدنا نعملكم أكل كتير طيبة ولذيذة. هلأ أول الموسم وأول مرة أول الموسم بنعملها. اسمها عكوب، ما بعرف شو بتقولوا لها انتو ببلدكم. هلا اول ما نازل عنا العكوب يا حلوين، معزومين وطلعنا عند الماما. هي دايما هيدي اول اكله لازم ناكلها من عند اهلي. حنمشي معكم الخطوه لحظه بلحظه، خليكم معنا. اكلتنا اليوم مثل ما كنتم شايفين معنا عكوب، ما بعرف شو بتقولوا لها ببلدكم، بس هيدي هي هون عكوب. هلا مغسلينهم ان شاء الله. هيدي اول اكله عكوب لنا. وقولوا لنا شو بتقولوا لها ببلدكم، بس صراحه اكله شهيه. هيدي معزومين عليها اليوم عند الماما، اول اكله لازم ناكلها عند الماما دايما. وهلا عم نقلي اللحمه، ولحمه غنم. ما بشتغل بالطبخ الا بلحمه غنم معليه طيبه كتير. وهي الاكله ما بيلبق لها الا لحمه ما الغنم. بيلبق لها الا لحمه الغنم. وتفضلوا كلوا معنا، وسنين مباركه وريتوا صحتين وهنا على اللي بيشوف وعلى اللي بياكل. هلا بس بدنا نقلبهم شوي، بدك تسلقيها شوي. ايه، وبدي اسلقن بالسلقه، وبرجع بنشف المي عنهم وبسقط العكوب. هون يا حلوين بعدنا عم نغلي مثل ما قلت لكم اللحمه، نغليها غلوتين وبعدين بنكمل طبختنا العكوب. بس العكوب هلا ما بياكل غلي كثير. زاروا شو بدي فرجيكم يا متابعين. العكوب قالت المقاط الماما اول موسمه طري، يعني ما بياخد غلي كتير. شو رايكم؟ حبيت الجوز غير شكل. وهلا عم نحط ملح للعكوب. هلا بعد شوي فرجيكم اياهم، بتلاقينهم زموا ونزلوا لتحت. هون يا حلوين بعد ما قلينا لحمات وسلقناهم سلقة سريعة، صار وقت ننزل العكوب. يمي يمي على العكوب، ما شاء الله ما شاء الله. العكوب كمان كتير بايض وأحلاه ما شاء الله. ما شاء الله. وأنا بحب شغل إيدي وحياة عيني. ما شاء الله. يعني هلا هي طلعوا فوق الطنجرة زيادة، بس بينزلوا هو ما بيرجع كله بيزم. يا ما شاء الله العكوب لأنه ما بيجمع بيزم. بس أكيد له فوائد كتير أصلا كمان العكوب. هلا هيدي أول أكل إذا الله راد، وخصوصا أول أكل. يا سلام غير شكل. تطلع طيبة. كنا نلحق أول أكل برمضان، هالسنة ما لحقنا أول أكل برمضان. هلا ما شاء الله حفرجيكم كيف نزلوا لوحدهم العكوب لتحت. شايفين ما شاء الله كيف صار. بعد اكيد لحديت هلا ما خلص، بس حبيت افرجيكم لوين وصلنا بطبخة العكوب. بس ما شاء الله شو بدي لكم، حدث ولا حرج على الريحة. برجع فيهم وبنظرهم ليخلصوا. وهون ما شاء الله العكوبات تقريبا صاروا خالصين جاهزين للأكل. شفتوا كيف كانوا فوق الطنجرة، وشفتوا ما شاء الله كيف زموا ونزلوا. هلا بدنا نجهزهم ونحط اكلتنا اللبنية والعكوب والرز. هلا حبينا البابا اجا عباله اليوم هالاكلة باختيار البابا، اجا عباله لبنية حد العكوب والرز. هي بالفعل هي هاللبنية هالاكلة بالاجمال بتنعمل حد العكوب والرز. هلا حطينا اللبن والماما حركته كتير منيح، وهلا بدها تضيف له مي. مثل ما قالت لنا الماما ما بتمشي بعيارات، بتتكل هي عيارات نفسها بنفسها.
بسم الله ما شاء الله، خلصت اللبنية. هي النتيجة النهائية للبنية، شفتوها ما شاء الله كيف الرز وكيف الهيدا طالع معنا. ما شاء الله ما شاء الله بجننوا، ما شاء الله. على فكرة أنا عكس العالم، هي اللبنية بتتاكل باردة، أنا بحب أكلها ساخنة. لكم ما شاء الله، يعني ما بيكونوا كتير جامدين يعني. هلا بيجمدوا لوحدهم. هلا بيجمدوا هني لوحدهم بس يبردوا. هذا المنظر شباك المطبخ، شو رأيكم فيه؟ ما شاء الله. وهي هني اللبنية ما شاء الله، الكمية اللي عملناها بالطنجرة طلعت لنا هيدي الكمية. هيك ما شاء الله كيف شكلهم، كأنه رز بحليب. بس هلا بنيه، هلا بنحطهم بالبراد وبس يبردوا بنحطهم مع العكوب والرز. شو رأيكم يا حلوين؟ هي كانت طبختنا لليوم، مثل ما قلت لكم عكوب ورز ولبنيه، وها هي النتيجة بالنهاية. ان شاء الله يكون عجبكم غدانا لليوم، ولا تنسونا اللايك والشير والسبسكرايب. وشكرا كثير يا حلوين، قولولي اذا بتعجبكم اكلتنا اليوم.